الجيش الفرنسي باقي تيتحكم وبان في الاختطاف ديال الزعماء الجزائريين من المغرب في واحد السفر اللي غادي يكون لتونس في اطار دراسه مشكل التحرير الجزائري. هذه القضايا معنى بينات وان الحكومه المغربيه وان الدوله المغربيه ما مستقلاش، ما عندها استقلال، لان هذه العمليه هذه كانت خطيره، تخطف زعماء اسمهم من البلاد. معنى هذا يبين عجز. في المعاهده ديال اكس-لي-بان يعني في الاتفاقيه يعني النخبه نتوما قبلتوا بداك الاستقلال يعني المنقوص، لم يكن استقلالا حقيقيا، من ثم اصل الداء ومن ثم بدا المشكل. كيفاش كتردوا على هذا؟ طرحت فيها هذه القضيات النقاش، وكان انتقاد ديالها انتقاد ديال الانترديبوندونس، الاستقلال المربوط. Que le président Edgar Faure a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine, ces hommes qui portent à nous l'avenir. شنو فرضت فرنسا بحال شنو كان في هذه الاتفاقيه بالضبط؟ الاتفاقيه زعما انه باقي السياسه الخارجيه تابعه لفرنسا. قال لك 100 عام المغرب يبقى تحت الحمايه ديال فرنسا. بحيث باقي تيقولوا الخارجيه والامن كله باقي في يد فرنسا. وقبلت النخبه وقبلتوا هذا الاتفاق. قبلوها الملك هو اللي صنع على الاتفاق، الملك هو اللي وقع الاتفاق. المغرب تملك وثيقة الاستقلال والجزائر لا. المغرب تملك وثيقة الاستقلال والجزائر لا. Я надеюсь, что вы правильно все поняли.